في خبر يقول لك انهم حيقفلوا السناب شات خلال الاسبوع الجاي. يا رب يطلع الخبر هذا صحيح، يا رب يطلع صحيح. انه لو قفلوا السناب شات حيرجع اللي عنده مادة يقدمها، حيرجع على منصة اليوتيوب، لانه حقيقي سناب شات صار حق عصابات. من جد من جد انا اعرف ناس عليها احكام شرعية بالنصب والتزييف والتزوير والسرقة وانتحال الشخصيات، وقاعدين يقدموا مواد على سناب شات، والمراهقات بيجروا وراهم. حبيبتي هذا خريج سجون، اللي انت قاعده تتابعيه خريج سجون. تيجي تقول للناس تنصحهم يا ابوي انت حاقد عليه. انا ماني حاقد عليه، انا يوميا يجوني بنات يكتبوا لي احنا عندنا ابتزاز صور على سناب شات، فلان ابتزني بصوره ايش اسوي؟ وعصابه البرماوي ميزر البرماوي، انا انسرقت صوري ايش اسوي؟ وفي واحد برماوي ميزر تعرفوه؟ البرماوي هذا برضه مستمر على نفس الكذب، انه هم ناس يرجعوا حسابات الناس بدون مقابل. يا برما، وهم اصلا اللي سرقوا حسابات الناس. يعني المشكلة البرماوي ده مسوي رجال في السناب شات وفي الحقيقة كتكوت صوص، والله ما يطلع من باب بيتهم يا ناس، والله ما يخرج من باب البيت. يعني مثلا عصابة البرماوي ده مسوين اعلان قبل كم يوم لدكتورة. اوريكم في مسج جاء لكم المسج، وطبعا ما حنجيب اسماء عشان لا يقول لك تشهير. تحذر العيادة في الرياض من التعامل مع الدكتورة الفلانية عشان الدكتورة الفلانية اكتشفت العيادة هذه العلاجية انه الدكتورة دي طرمبة ما هي دكتورة. تخيلوا الدكتورة هذه جات جدة وقاعدة تجزر في الناس، والبرماوي ده قاعد ينزل لها اعلانات، قاعدة تجزر في الناس وبيعملوا لها اعلانات، واستضافوها كمان في قناة ابو كلب من قنواتنا ومحذرين منها في الرياض. فيا ريت يقفلوا سناب شات، وانتبهوا والله. السناب شات السليبرتي دول اللي تصفقوا لهم في بعضهم مجرمين، لا يغرك القيم والمثل والشياكة والنظافة. طقاع. ودائما اقولها واكررها، لا تعطي مخك لغيرك، وللقمر وجه اخر. شفت القمر له وجه ثاني. بعدين في نقطة أحب أوضحها، بس خليني أشغل النور لأنه هذه النقطة فاقعة مرارتي، وأول مرة حقعد أهايط بنفسي وباسمي. حقعد أهايط عشان في كذب يفقع المرارة في هذول المشاهير. في فرق. أول شيء أحب أقول لكم في حاجة اسمها إنفلونسر بالعربي يعني مؤثر، وفي حاجة اسمها سيلبرتي مشهور عنده متابعين كثير. مؤثر يعني إيش؟ مؤثر شخص ممكن يكون بسيط، ممكن ما يكون عنده ولا متابع، لكن بشخطة قلم يقلب القرارات. مين هو الانفلونسر؟ الانفلونسر ممكن يكون عنده 10 متابعين، 20 متابع، 40 متابع، ولكن يقدر يقلب العالم بمتابعينه. مثلا اديكم شخص هو انفلونسر وسليبرتي في نفس الوقت. الشيخ محمد العريفي شخص مؤثر في المجتمع، يأثر في الشباب. شخص زي محمد العريفي يقدر يغير فكرك وفكر مليون معاك، هذا اسمه انفلونسر. لكن سليبرتي واحد من الرعاع، لكن سليبرتي هذا اللي عنده مليون بذرة يتابعوه، 2 مليون، مشهور، يجيبوه في اعلانات شيبس وجبنة. يعني عارفين هذول اللي يجوا في الاعلانات، ياخذ 100,000 يسوي اعلان، البزورة يتابعوه يتلموا حوالينه في المولات، هذا اسمه سليبرتي. طيب خلينا الان ابدا هايط باسمي عشان بس ابغى اوريكم الكذابين. انا علاء عنبر، احد الناس اللي اعتبر نفسي والناس يعتبروني من المؤثرين في المجتمع. انا من الناس اللي ولله الحمد ممكن اقول فكرة اليوم بكرة تلاقيها قانون او قرار او ترند في تويتر. انا من الناس اللي متأكد انه في ناس مسؤولين في الدولة يتابعوا علاء عنبر، عاملين لي فولو، ودول يكفوا. انا علاء عنبر انزل معايا اي مول، يا راجل تعال نروح بقالة. بقالة، تعرف يعني ايش بقالة؟ واحد يكون داخل يشتري دخان بريال لبان يسلم علي او يتصور معايا. ومو برا السعودية، جوا السعودية وبرا السعودية وفي كل مدن المملكة علاء عنبر اسم معروف.
شاء من شاء وأبى من أبى، يعني غصبا عنك على أشهر من نار على علم. ولكن أنا رجال حقيقي أتمنى أني أنا أنسحب من عالم الشهرة هذا اليوم قبل بكرة. الشيء اللي حابب أوصل لكم، الشيء اللي حبيت أوصله من هياطي، إنه شفت علاء عنبر هذا اللي في كل بقالة وفي كل حارة وكلهم يتكلموا عنه. تعرف كم أقصى عدد مشاهداتي في سناب شات؟ تعرف كم أقصى رقم ممكن أوصل له في سناب شات؟ أقصى رقم وصلت له في سناب شات في حياتي 263 ألف مشاهد. أنا أصلا وظيفتي اللي أروح لها الصباح، اللي تشوفوني فيها، أنا سوشيال ميديا كونسلتنت، استشاري سوشيال ميديا. يعني شفتوا المشاهير هذول اللي قاعدين يسووا الإعلانات يعدوا عن طريقي أنا. لازم يجيني برنت عن مشاهداتهم، أشوفها بعيني، مشاهداتهم الحقيقية، مو يطلع لي صورة ويعمل عليها فوتوشوب ويكتب لك 2 مليون مشاهدة، يقول لك أنا عندي 2 مليون مشاهدة. يا شيخ عندك 2 مليون متابع وما عمري شفتك في إعلان رضاعات ما عمرهم جابوك.